ازيك عامل ايه؟ مادام وصلت لهنا يبقى انت فعلا مهتم بكورس التصميم من الموبايل، وهتحضر معانا النهارده اول محاضره في كورس التصميم من الموبايل. المحاضره اللي هنتكلم فيها عن انواع التصميم وعن اهميته وايه البرامج المستخدمه في التصميم سواء من الموبايل او من اللابتوب، وهنتكلم عن البرنامج اللي احنا هنستخدمه في باقي محاضرات الكورس. يلا بقى عشان ما اطولش عليك، يا مساء الفل او يا صباح الفل حسب الوقت اللي بتسمعنا فيه، واهلا بيك في دكتور فريلانسر. زي ما اتعودنا في اي كورس بنبداه، احنا بنبدا ان احنا نتعلم ايه هي اهداف الكورس بتاعنا. لو اتعلمنا اهداف الكورس بتاعنا بنقدر ان احنا نحدد إيه والله الكورس ده هنتعلم فيه 1 2 3 4، يبقى لازم اكون خارج من كل محاضره عارف كذا. المحاضره اللي اتشرح فيها تحميل برنامج كانفا وازاي اجيب كانفا برو مجاني والتعريف بالواجهه، يبقى لازم اكون خارج من المحاضره عارف الحاجات دي، عشان خاطر لما اجي في اخر المحاضره، يعني في اخر الكورس 3 محاضرات بتوعنا، الاقي ان انا فعلا اتعلمت كل المحتوى اللي احنا كنا بنقول عليه ومفيش حاجه سقطت مني. لو حاجه سقطت مني ارجع للمحاضر اللي بيتكلم اقول له انت كنت قلت لنا نتعلم في الاهداف كذا وكذا 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 وانت ما قلتوش، فمحتاج انك تقول. فساعتها بقى ابدا ان انا اشرحه لكم تاني. تمام. يعني اتمنى الدنيا الحته دي تكون واضحه كويس. اول حاجه ايه اهداف الكورس بتاعنا؟ والله اهداف الكورس بتاعنا هنجملهم كده في كام نقطه. اول حاجه ازاي نحمل برنامج كانفا، وازاي ان احنا لو ما عندناش برنامج كانفا او مش حابين ان احنا نحمله، ازاي نتعامل من على جوجل على طول ونكتب canva.com ونبدا ان احنا ندخل على الاكونت او على الابلكيشن بتاعنا او على الويب سايت ده ونبدا ان احنا نتعامل عليه. ده رقم واحد. الحاجه الثانيه ازاي اجيب اكونت كانفا برو مجاني. كانفا يعني ايه برو؟ يعني النسخه المدفوعه منه. دلوقتي اي ابلكيشن احنا بنتعامل عليه بنلاقي ان في نسخه مدفوعه منه. على سبيل المثال زوم، لما كنا بنتعامل على زوم ازاي تقعد محاضره، انت عارف ان زوم اخره 40 دقيقه، ازاي تقعد اكتر من 40 دقيقه وتدخل اكتر من 20 او من 100 واحد. ده كله الاكونت البرو، الاكونت المدفوع منه، وده موجود في كل حاجه. اي حاجه احنا بنستخدمها في منها اكونت برو. ازاي بقى نجيب اكونت كانفا مجاني، اكونت كانفا برو مجاني؟ فيها طرق، وفي طرق هتكون متوفره مع الناس اللي موجوده، في طرق مش هتكون، يعني في ناس مش هتقدر ان هي تعمل ده، ولكن احنا هنحاول ان كلنا ومعظمنا يكون موجود معاه الاكونت مجاني. وعلى فكره انا بتكلم، ما بتكلمش هنا برضو، يعني في نقطه مهمه، انا مش بتكلم هنا على ان انا اجيب الحاجه دي متهكره، لان الموضوع ده وان كان في بعض الشبهات، لكن احنا مش عاوزين نلجأ للنقطه دي غير في، يعني لو اتزنقنا خالص. لكن معظم الناس الموجوده هنا لو الحاجات اللي انا قلت لكم عليها عملتوها ان شاء الله تقدروا تاخدوا الاكونت ده مجاني باذن الله. وعلى فكره لو دخلت على اليوتيوب، لو انا قلت لك طريقه دلوقتي او قلت لك ان في طريقه تانية كمان او في طريقه ثالثه، لو دخلت على اليوتيوب وقلت ازاي اجيب اكونت كانفا برو مجاني هتلاقي 50 60 طريقه تقدر تجرب منها لغايه ما تجيب الاكونت البرو. طيب هتقول لي هو ده مهم؟ اقول لك لانه هيفتح معاك اوبشنز زياده، هيفتح معاك تصميمات واشكال وتمبلتس زياده. بعكس لو انت مش معاك الاكونت برو هيبدا يعمل لك مشكله، لانك هتكون محدد بتصميمات معينه. هي تبقى كتير على فكره، تبقى كتير جدا، لكن ممكن وانت شغال بتصمم حاجه يكون في نوع خط عاجبك جدا والخط ده ماشي مع التصميم، لكن للاسف ده الخط ده برو، ده مدفوع، مش هقدر ان انا احطه في التصميم بتاعي. فاول موقع مش هيقبل طبعا، الابلكيشن مش هيقبل، فبالتالي لازم ان انا احاول ان انا اخد الاكونت مجاني، وان شاء الله باذن الله نحاول نعمل ده. بعد كده هنبدا ان احنا نتعلم او نعرف واجهه التطبيق، نخش عليه ونبص عليه زي ما كنا عملنا في موقع فريلانس. لما كنا بندخل نبص عليه نبص على الايكونز اللي موجوده فيها عشان يبقى الموضوع يعني كلير بالنسبه لنا واضح. بعد كده كل اداه موجوده في التطبيق وازاي هنقدر ان احنا نستخدمها. نتعلم بعد كده نختار الوان متناسقه ازاي، لان ده من الحاجات المهمه جدا عشان تشوف تصميم يعجبك. مهم جدا الالوان اللي فيه تكون متناسقه. يعني انتوا عارفين لما حد بيجي يعمل الوان البيت بتاعه بالوان معينه بيحاول ان هو ينسق ما بين الالوان. الشخص بتاع الدهانات اللي انت بتتعامل معاه ده بيكون معاه باليت الوان كده، انت بتبدا ان انت تختار منها، لان هو عارف اللون ده يمشي مع اللون ده، اللون ده يمشي مع اللون ده، والدرجات كلها كذا. فلازم تتعلم وانت بتصمم تعرف الحاجات دي، لان الحاجات دي بتفرق جدا مع عين الشخص اللي بيشوف التصميم. هو هيحدد ان التصميم ده كويس او لا حسب هو عينه ارتاحت له اولا ولا لا، ثانيا اتشد التصميم للايتمز اللي موجوده جواه والايتمز اللي موجوده جواه ولا لا. فلازم برضو نعرف الحته دي. بعد كده تصميم الهويه البصريه، ونعرف يعني ايه هويه بصريه. ده برضو هنتكلم فيه ان شاء الله برضو في المحاضره بتاعت بكره. تصميم الانفوجرافيكس، ولو تفتكروا كنا اتكلمنا في كورس كتابه المحتوى عن الانفوجرافيكس، وعرفنا ان هو عباره عن انفورميشنز موجوده جوه الجراف، يعني معلومات موجوده جوه تصميم او صوره. فنتعلم ازاي نعمل انفوجرافيك، وان شاء الله نتعلمه النهارده.
تصميم الباوربوينت، ودي حاجه يعني حبينا ان احنا نضيفها كده على المحتوى بتاع الكورس، ويمكن ده ما كانش مكتوب في الكونتنت بتاعه، لكن حبينا ان احنا نضيفها. ويعني في حاجات كتير هتلاقوها اتضافت لاسباب، يعني الابلكيشن بيوفر لنا الحاجات دي، فبالتالي احنا لما نقولها ونعرفها من دلوقتي ده يدينا فرصه ان احنا نضيف خدمات اكتر على موقع فريلانس. على فكره من بعد المحاضرات دي انت مش بس هتضيف مهاره تصميم على مواقع فريلانس، مش خدمه واحده، لا انت هتضيف خدمه تصميم الانفوجرافيك، تصميم الصور، تصميم بوسترات السوشيال ميديا او بوستات السوشيال ميديا، تصميم بوستات الانستجرام، نقدر نضيف تصميم الباوربوينت لو ما قلناهوش، تصميم اللوجو، بس حاجات بسيطه كده هعلمها لكم. فبالتالي انت من بعد ده انت تقدر تضيف اكتر من مهاره. وعلى فكره ما ينفعش تيجي تقول تصميم بشكل عام وتنزل في الوصف بتاع خمسات تبدا تشرح كل انواع التصميم، لا، هو هيبدا ان هو يحدد لك انت عايز تصنيف ايه بالظبط وتصنيف فرعي ايه بالظبط، فتكون واخد بالك من النقطه دي. بعد كده تصميم اللوجوهات، طبعا تصميم الصور هنتعلمه. ازاي نضيف خطوط جوه البرنامج، ويمكن اي حد مثلا يتعامل على البرنامج قبل كده الموضوع ده بالنسبه له مش معروف او مش سهل، ان هو ازاي هو عاجبه خطوط معينه موجوده على جوجل ازاي ان هو يضيفها جوه البرنامج، فهنتعلم ده ان شاء الله. بعد كده ازاي نعمل سي في احترافي، وده برضو مهاره هتضاف لوحديها خالص. بتلاقي ناس طالبه على المواقع عايز اعمل سي في، فبالتالي انت تتعلم تعمل سي في، ومش بس تتعلم ازاي تعمل سي في عادي كده زي الناس على الوورد، لا انت هتتعلم اولا تعمل سي في ازاي، وايه الايتمز بتاعته اللي تكون عارفها وتكتب فيها ايه. والحاجه الثانيه تتعلم تعمله في ديزاين. حاليا لما حد بيطلب تصميم من حد او حد بيكون عامل لنفسه تصميم سي في، ما بيعملوش في شكل وورد عادي كده وبيبعته للمكان، لا هو بيعمله في شكل ديزاين، بيكون شكله الطف كتير جدا وشكله احسن. وهتشوفوا الفرق ده ان شاء الله في المحاضره الثالثه اللي هنتكلم فيها عن تصميم السيره الذاتيه او السي في. بعد كده بقى ندخل على طول على المحتوى بتاعنا بتاع النهارده. اول حاجه هبدا بس اعرفكم كام حاجه كده ونتكلم فيها على الباوربوينت، وبعدين ندخل ان شاء الله على البرنامج عشان نطبق مع بعض اللي احنا هنتعلمه النهارده. اول حاجه محتاجين ان احنا نتكلم عنها يعني ايه تصميم. تصميم معناه ان انا دلوقتي عايز اعمل صوره معينه، شكل معين عشان خاطر اضيفه على المحتوى بتاعي. احنا كنا قلنا ان المحتوى بتاعنا اما ان هو محتوى مكتوب او محتوى مرئي. المحتوى المرئي ده هو الحاجه اللي انت بتشوفها قدامك، سواء كان بقى فيديو، صوره، انفوجرافيك، باوربوينت، ايا كان بقى هو ايه. فبالتالي انت عايز تعمل تصميم او صوره او حاجه من الحاجات دي تضيفها على المحتوى بتاعك او تنزلها في مكان معين او تشيرها او حابب تعدل على صوره من الصور بتاعتك، ده كله خاص بحته التصميم ومعنى يعني ايه تصميم. بعد كده ايه هي اهميته بقى في الحياه العمليه بتاعتنا او في الحياه العامه بتاعتنا. هو احنا التصميم ده ليه اهميه؟ اقول لك طبعا طبعا. من اهم المهارات اللي موجوده في الوقت الحالي مهاره الديزاين والمهاره بشكل عام. يعني انا بتكلم دلوقتي على التصميم بشكل عام، هكلمكم عن انواعه كمان شويه، ولكن بشكل عام كده التصميم مهم جدا جدا جدا. مهاره من المهارات المنتشره بشكل كبير جدا، سواء كان في الحياه العامه بتاعتنا او على مواقع فريلانس. في الحياه العاديه بتاعتنا اي شركه بيكون عندها حاليا، اي شركه بيكون عندها صفحات على السوشيال ميديا، بيكون عندها ويب سايت، فبالتالي محتاجين ناس تعمل لهم تصميمات وصور وديزاينز وانفوجرافيكس للصفحه بتاعتهم او الويب سايت بتاعهم. كمان الناس اللي بتكون عندها شركه صغيره او عندها حاجه ستارت اب كده على الفيسبوك، او عنده اكونت معين بيعمل فيديوهات معينه، بينزل معلومات معينه، يحب جدا ان هو يعمل شكل صوره كده ديزاين يحط فيه معلومات وينزله على مواقع الفريلانس. بيتطلب بشكل كبير جدا بكل التصنيفات الفرعيه بتاعته، تصميم الصور وتصميم اللوجوهات بوستات السوشيال ميديا، صور الانستجرام، الكفر بتاع البوك كفر، تصميمات السي في. فبالتالي هو منتشر بشكل كبير جدا وعليه طلب كبير جدا. يعني التصميم برضو من اهم الحاجات اللي عليها طلب كبير. فاكرين كنت قلت لكم ان مهاره كتابه المحتوى من اكثر الحاجات اللي عليها طلب، كذلك التصميم برضو من الحاجات اللي عليها طلب كبير. ليه مفهوم المعنى اللي كنا اتكلمنا فيه على كتابه المحتوى، لما كنا قلنا ان كتابه المحتوى هتطلب منك من اصحاب المواقع ومن اصحاب الشركات واصحاب الصفحات واصحاب كذا وكذا واصحاب قنوات اليوتيوب. كذلك التصميمات، هو اللي عنده ويب سايت اللي بينزل عليه محتوى مكتوب طبيعي بيحط فيه صور، ده اجباري عليه، والسيو بيقول له كده. اللي شغال على اليوتيوب طبيعي بيعمل ديزاينز اليوتيوب، الصوره المصغره بتاع اليوتيوب على الاقل. اللي شغال على الفيسبوك طبيعي بينزل صور. حتى تابع شوف دكتور فريلانسر كده هتلاقي كل بوست بينزل معاه صوره وديزاين.
لما تيجي تبص على الشركات التانية، الناس بتوع الماركتنج، ايا كان المكان اللي بيكتب محتوى طبيعي محتاج ديزاينر. فبالتالي من الشغل المنتشر جدا شغل الديزاينز، مهم جدا، مش مهم بشكل كبير جدا. من الحاجات ومن المهارات اللي تقدر تعتمد عليها بشكل كبير كدخل اساسي ليك، لانك لو اتعلمته كمهاره اساسيه واتعلمت يعني بقيت بروفيشنال فيه، وبعد ما اتعلمته هنا على الموبايل وخدت عنه فكره كويسه جدا وفادك كتير جدا، وعلى فكره تعرف تعمل منه شغل بروفيشنال جدا ومحدش يتوقع ان ده على الموبايل. بعد كده اتجهت مثلا لللابتوب واتعلمت ادوبي فوتوشوب، بقت هي المهاره الاساسيه بتاعتك. دي مهاره يعني تعيشك بشكل حلو جدا، بشكل مستقر جدا، وتخليك قادر انك خلاص تعتمد عليها هي لوحدها، بس مش محتاج انك تعمل معاها حاجه ثانيه. ويا سلام بقى لو انت كنت اصلا بتشتغل مهارات تانية، فالمهارات التانية دي بتفيدك. على سبيل المثال شغال بتصمم لشركه تسويق وانت اوريدي كنت كونتنت كريتور، فبالتالي انت 2 في 1 دلوقتي بالنسبه له، بتكتب له كونتنت وبتعمل له التصميم. فانت احسن واحد يعمل التصميم واحسن واحد يكتب الكونتنت لسبب واحد، عارف انت كاتب في الكونتنت بالظبط وعايز توضحه ازاي في الصوره. وكذلك انت وانت بتعمل الصوره بتاعتك عارف ممكن تكتب ايه في الكونتنت بالظبط. فبالتالي بتكون افضل كتير جدا من ان اوظف اثنين، واحد كونتنت وواحد ديزاينر، اكتب الكونتنت وبعد كده ابعته للديزاينر يبص عليه ويعمل الديزاين بتاعه. لا، الكاتب المحتوى بيكون عنده فكره، بيكون عنده تصور في ذهنه كده للتصميم اللي هو عايز يعمله. فبالتالي انت لو الاثنين في واحد، لا انت شخص مميز جدا، والموضوع ده هيكون مفيد جدا بالنسبه لك. ده كده بالنسبه لاهميه التصميم. طبعا زي ما قلت ان اسعاره كبيره جدا، وعلى فكره يمكن اسعار التصميمات اعلى طبعا من كتابه المحتوى. انت ممكن تعمل تصميم واحد صوره ب $5، وممكن تصميم الصوره ده ما ياخدش منك وقت. ولو خد منك وقت، في ناس ما بتحبش كتابه المحتوى. انا مثلا احب كتابه المحتوى عن ان انا اشتغل في التصميم. ده واحد بيحب الكتابه شويه عن التصميم. حد تاني ممكن يحب التصميم عن كتابه المحتوى، يحب ان هو يشتغل يعمل تصميمات ويعمل صور ويعمل الحاجات دي كلها، وكده كده قاعد على ابلكيشن بيلعب وبيحط حاجات والوان مع بعض والكلام ده كله، عن ان هو يكتب محتوى. حد تاني بيحب البرمجه عن ان هو يعمل الحاجات دي. ده كلها بقى ايه يعني ميول. فبالتالي انت شوف الافضل بالنسبه لك ايه واعمله. ان شاء الله باذن الله هيكون لطيف يعني جدا، وهتحبوا الشغل بتاعه جدا جدا جدا. بعد كده تعالوا نتكلم شويه عن التصميمات والانواع المختلفه بتاعتها. احنا عندنا حاجه عامه كده اسمها الجرافيك ديزاين، وده او تصميم الجرافيك بشكل عام. يعني يجي تحته بقى كل انواع التصميم، من اول تصميم الصور لغايه ما تنتهي تصميم الانيميشن والموشن جرافيك. اول حاجه عندنا تصميم الصور. تصميم الصور المقصود بيها ازاي تعمل تصميم لصوره بوست على السوشيال ميديا، ازاي تعمل تصميم بوست على الانستجرام، صوره مصغره مثلا لليوتيوب. برضه لو مش عارفين يعني ايه صوره مصغره، يوتيوب لما انت بتخش عليه عشان تتصفح على اليوتيوب او تفتح فيديو، وانت بتقلب الفيديوهات كده بيكون في صوره ظاهره قدامك في الفيديو مش شغال، بيكون بس في صوره ظاهره قدامك، الصوره اللي هي بتشدك انك تدخل تقرا او تسمع الفيديو ده. هي دي اسمها الصوره المصغره لليوتيوب. الصور دي وتصميم الصور ده نوع من انواع التصميم. تصميم اللوجوهات، في برنامج مخصوص اسمه اليوستريتور او ادوبي اليوستريتور لتصميم اللوجوهات. ازاي تعمل لوجو مثلا على سبيل المثال زي لوجو دكتور فريلانسر اللي انت بتشوفه قدامك ده لوجو مرسوم على برنامج من برامج التصميم. ازاي تعمل الحاجات دي؟ ده من انواع التصميم. بعد كده ازاي تدخل بقى تعمل تصميم للفيديوهات. انت عندك دلوقتي اتكلمنا عن تصميم الصور واللوجوهات، تصميم الفيديوهات. الفيديوهات ده نوع من انواع التصميم، وهنتعلمه ان شاء الله في كورس المونتاج ازاي نعمل الحاجات دي. ولكن اللي مقصود بيه هنا انك ازاي تعمل فيديو من البدايه خالص، ازاي تجيب بقى فيديوهات كتير جدا، او انت تصور فيديوهات بنفسك بالموبايل بتاعك وتكريت وتعمل ايديتنج للفيديوهات اللي انت عاملها دي. بعد كده عندنا نوع تاني وهو اسمه الموشن جرافيك والانيميشنز. ازاي ان انا اعمل انيميشن زي اللي ظاهر قدامك بيتحرك ده. الانيميشنز دي اللي بيسمع طحالب مثلا حسن البخاري، الحاجات اللي هو بيعملها ده اسمها انيميشنز. من الحاجات المنتشره جدا في الوقت الحالي انك ازاي تعمل انيميشن وتحط عليه فويس اوفر، برضه من مهاره من مهارات الجرافيك ديزاين بشكل عام. ولكن بتتعامل على برامج مختلفه زي برنامج ادوبي افتر افكت، وبيكون الموضوع بتاعها يعني محتاج مجهود شويه ووقت على ما تتعلمها وعلى ما تشتغل اصلا وتعمل فيديو مثلا دقيقتين ثلاثه، ده ياخد منك ايام عشان تقدر تعمل ده. زي بالظبط الناس بتوع البرمجه كده، اللي هو على ما بيبرمج صفحه في موقع او صفحتين في موقع بياخد منه وقت ونكتب الاكواد والحاجات دي كلها. بعد كده عندك الفيديو اديتنج، واتكلمنا طبعا عليه وهنتعلمه ان شاء الله في كورس المونتاج. بعد كده شغل ال 3 دي، يعني شغل ال 3 دي زي اللي بتشوفه في مثلا الفيديوهات بتاعه الاعلانات اللي بتبقى على التلفزيون، اعلان الشوكولاته مثلا اللي بيتحرك ده، الشكل الثلاثي اللي انت بتشوفه، الثلاثي الابعاد اللي بتشوفه قدامك ده، كده حاجه اسمها من انواع التصميمات اسمها ال 3 دي. ده نوع برضه من انواع التصميم. بعد كده هنخش على برامج التصميم.
طبعا البرنامج الاكبر بتاعنا اللي احنا هنتعلمه النهارده هو طبعا الاهم بالنسبه لنا، لان ده اللي هنتعلمه هو برنامج كانفا. هعلمكم ان شاء الله باذن الله بعد المحاضره دي تدخلوا فين عشان تحملوا البرنامج او تفتحوه من جوجل ازاي. فانت مش محتاج انك تحمله دلوقتي، انا هقول لك ازاي تحمله. فبالتالي برنامج كانفا ده البرنامج اللي هنشتغل عليه ان شاء الله، وعلى فكره هو حاليا يعتبر افضل برنامج انك تشتغل عليه تصميم ومن الموبايل طبعا، لان لو دخلنا على اللابتوب هنلاقي ان برنامج ادوبي فوتوشوب احسن منه، ولكن على الموبايل لا، برنامج كانفا برنامج جميل جدا ومحترم جدا. وعلى فكره وعلى اللابتوب في ناس كتير جدا بتشتغل عليه وما بتشتغلش على ادوبي فوتوشوب، يمكن هو ادوبي فوتوشوب معقد شويتين عنه، فعشان كده الناس ما بتشتغلش عليه، وان كان في اوبشنز زياده مش موجوده في كانفا، دي برضه نكون واخدين بالنا منها. بعد كده عندنا برنامج اسمه ادوبي اليوستريتور، والاليوستريتور ده الخاص بالتصميم باللوجوهات. تقول لي وايه الفرق بين ادوبي فوتوشوب وادوبي اليوستريتور؟ اقول لك والله ان اليوستريتور ده الخاص بقى بايه، برسم الحاجات بالخطوط، انك ازاي تصمم لوجو، واللوجوهات ما بتكونش شبه الصور، اللوجو ده بيكون حاجه معبره عن الحاجه اللي انا بقدمها. تمام، يعني مثلا على سبيل المثال فاتح مطعم عامل اللوجو بتاعي على شكل كاسرولة مثلا او مغرفه، كاتب فيه اسمه او كاتب فيه حاجه او عامله على شكل معين وبيدي ايحاء ان هو ده مطعم. ده فكره اللوجوهات، وده بيشتغل على ادوبي اليوستريتور. في برنامج اسمه مايا، ده عشان ال 3 دي اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه. ده كده بالنسبه لبرامج التصميم. نيجي بقى للسؤال المهم جدا واللي يعني بيتكرر كتير جدا جدا جدا: هل الموبايل كافي للتصميمات؟ هقول لك والله انا ما بقولش انك هتشتغل بشكل بروفيشنال زي الشخص اللي بيشتغل على ادوبي فوتوشوب. الشخص البروفيشنال اللي موجود على ادوبي فوتوشوب هو اكيد افضل وهيطلع حاجات افضل مني، ده طبيعي. ولكن في ناس كتير جدا بتستخدم ادوبي فوتوشوب ما بتقدرش تطلع الحاجات اللي احنا بنطلعها من كانفا، لان هي مش يعني هي بتشتغل عليه لكن مش افضل حاجه. فبالتالي برنامج كانفا هيطلع لي حاجات كويسه جدا، وفي ناس مش هتصدق ان دي طالعه من الموبايل. الحاجه الثانيه، الموبايل كافي جدا جدا جدا، ومش شرط الابلكيشن ده، انا ممكن من جوجل ادخل على canva دوت كوم قبل ان انا اصمم منه واعمل منه شغل كويس جدا. الحاجه الثالثه ان الموبايل بيديني كمان ابلكيشنز ثانيه تبقى يعني تسبورت الشغل بتاعي على البرنامج ده. انا مثلا جبت اشتغلت حاجه على برنامج زي برنامج كانفا، او برنامج تاني البرنامج التصميم اسمه بيكس ارت، اشتغلت عليه حاجه وبعد ما حفظتها مثلا الجوده بتاعتها ما كانتش عاجباني، فبدات ان انا ادخل على برنامج تاني وهبقى اوريه لكم ان شاء الله، واعدل عليه واظبط الجوده بتاعته واعلي الجوده بتاع الصوره بتاعتي. فبالتالي في ابلكيشنز ثانيه هتزود من الكواليتي بتاع الحاجات اللي انا هعملها واللي انا هقدمها. في برنامج اسمه بيكس ارت طبعا للتصميم، وطبعا كنا اتعلمنا عليه جزء كده اللي هو ازاي اظبط الصوره بتاعتي عشان تماتش مع معرض الخدمه اللي مطلوب في خمسات. فده برضه من برامج التصميم. ولكن ليه انا بشرح كانفا وما بشرحش بيكس ارت؟ اولا لان كانفا انا بشوف بروفيشنال اكتر من بيكس ارت. الحاجه الثانيه ان كانفا انا اقدر اخده مجاني بالطريقه اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي، وبطرق ثانيه كتير موجوده. يمكن برضه بيكس ارت موجود وموجود مهكر والكلام ده كله، ولكن انا بالنسبه لي كانفا كان بيديني اوبشنز زياده واحسن كتير جدا وتمبلتس احسن كتير جدا من اللي بيديها لي بيكس ارت. فبالتالي كانفا بالنسبه لي وبالنسبه لناس كتيره جدا وحاليا هو الافضل على الموبايل انك تتعامل بيه. وعلى فكره في على الموبايل حاجه تانية اسمها ادوبي يعني ادوبي فوتوشوب، بس الرش بتاعتهم هم عاملين زي ويب سايت كده اسمه فوتوبيا، ده قريب من الادوبي فوتوشوب بالظبط او بنفس الواجهه بتاعته كمان، لكن تقدر تفتحه من الموبايل. هتقولي ده حلو ولطيف وكده وقريب من فوتوشوب، هقول لك هو كويس انك هتعرف تستخدم الادوات بتاع ادوبي فوتوشوب. على فكره تعرف يعني تتعلمه وتتعامل بيه، وتبدا انك تبص على كورسات الفوتوشوب اللي بتشرح ادوبي على اليوتيوب وتبدا انك تتعلم ده، ولكن مش هيبقى افضل حاجه. وانا متاكد ان انت لو دخلت فيه لفتره لا هتسيبه وتشتغل على كانفا، لان كانفا يديك اوبشنز كتيره جدا عن الفوتوبيا اللي انا بقول لك عليه. ولو عايزين برضه ابعت لكم اللينك بتاعه ممكن ابقى ابعته لكم وتبداوا تبصوا عليه وتشوفوا فيديوهات تعلمكم انكم ازاي تتعاملوا عليه. في للناس اللي حابه ان هي تخش مجال التصميم وعندها لابتوب بامكانيات كويسه، وهنا لما اتكلم بامكانيات كويسه يعني يفضل عشان تشتغل على حاجه او نسخه او فيرجن عالي من ادوبي فوتوشوب، مهم جدا جدا ما يكونش اللاب بتاعك الرامات بتاعته اقل من 6 او 8 جيجا، لان لو اقل من كده هيبقى تقيل معاك جدا. والبروسيسور بتاعك يكون عالي، يعني نبدا من كور اي 5 كده يكون جيل عالي شويه. فبالتالي مهاره التصميم من المهارات اللي بتحتاج امكانيات معينه عشان اقدر ان انا اتعامل عليها. فلو انت حابب انك تتعلم مهاره التصميم كمان من اللابتوب، لازم يكون اللابتوب بتاعك امكانياته عاليه لكده. والحاجه الثانيه انت ممكن تاخد فيديو بتاع احمد ابو زيد اللي موجود على اليوتيوب، والفيديو ده على فكره من الفيديوهات الجميله جدا والدسمه جدا، اسمه تعلم فوتوشوب في 90 دقيقه.
فعلا في 90 دقيقة هو شارح لك ازاي تعرف الادوات بتاعة الفوتوشوب، عن طريق ان هو جاب قدامك ديزاين وبدأ ان هو يعمله معاك، وهو بيعمله بيشرح لك الاداة دي بتعمل كذا، الاداة دي بتعمل كذا، فبتتعلم الشكل العام والادوات بتاعة الابلكيشن. مش بقول لك انك تتعلمه طبعا بشكل كامل وبشكل بروفيشنال، ولكن انت بتتعلم الاساسيات بتاعته، وبعد كده بتمشي مع نفسك او بتشوف فيديوهات تانية بتبدا تتعلم مهارات اضافيه تزود من المهاره دي عندك. طيب بعد كده السؤال بقى برضو المهم واحنا اتكلمنا فيه دلوقتي، الفرق بين الموبايل واللابتوب. ان الموبايل اسهل في التعامل، قريب منك على طول، تفتحه بسرعه تعمل اي ديزاين بصوره اسهل. اللابتوب بيكون بروفيشنال اكتر، البرامج اللي عليه فيها اوبشنز وتولز مش موجوده في البرامج اللي على الموبايل، فبالتالي اللابتوب يكسب شويه في النقطه دي. وطبعا اسعار التصميمات اللي بتطلع من ادوبي فوتوشوب بتكون اعلى. التصميمات اللي بتطلع من الموبايل بتكون جميله جدا، ما بقولش ان هي وحشه، بتكون جميله جدا جدا جدا، وبتكون بتعملها في وقت اقل جدا من اللي بتعمله من على اللابتوب، لكن ما بتكونش بنفس الكواليتي ومش بنفس، يعني مش عندك نفس الاوبشنز اللي موجوده في اللابتوب عشان تعملها. ده عشان تكون عارف الفرق ما بين الاثنين. ولو انت عايز تتعلم اللي على اللابتوب انا قلت لك ازاي تتعلمه، والفيديو ده هيفيدك، ولكن اللاب بتاعك يكون الامكانيات بتاعته بتماتش مع الامكانيات اللي مطلوبه عشان خاطر اشغل عليها برنامج ادوبي فوتوشوب. طيب برضو للناس اللي حابه ان هي تحمل برنامج ادوبي فوتوشوب، اللي عنده اللابتوب كويس واللي حابب ان هو يتعلم من على اللابتوب، هتخش على معتز دوت نت، ده ويب سايت موجود على جوجل. هتبدا انك تدور فيه على ادوبي فوتوشوب وتحمل الفيرجن اللي يعني اللي ماشيه مع مواصفات الجهاز بتاعك. والله الجهاز بتاعك النسخه 32 بت ولا 64، فهتحمل النسخه من ادوبي فوتوشوب اللي هتمشي مع الجهاز بتاعك. طبعا ممكن جهازك ما يشيلش النسخه ال 2021 لكن ممكن يشيل النسخه ال 2018، فبالتالي انت هتشوف النسخه اللي يعني اللي ماشيه معاك وتجرب وتشتغل عليها لو انت عندك فضول برضو انك تعرف اكتر عن التصميم من على اللابتوب. وبكده نكون خلصنا أول محاضرة في الكورس بتاعنا. المحاضرة دي ما هي إلا محاضرة ابتدائية نقدر من خلالها ندخل للفيديو الجاي، وإحنا حاطين عندك أساس كويس. الأساس ده هتقدر تبني عليه في الفيديوهات الجاية. بالتوفيق إن شاء الله، ومستنيك في الفيديو الجاي. مع السلامة.